قالت لي اطلع، وأنا على نيتي طلعت. بس وأنا طالع طفي النور، واللي حصل بعدها أنا وبنت الجيران اللي اسمها حنان ما بنحبش بعض خالص، ودايما بنعمل مشاكل. بس أكبر مشكلة حصلت ما بيني وما بينها، ودي اللي يتقال عليها ضرب معلم. كانت منها في يوم وأنا جاي من مشواري بالليل قابلتها في وشي، ما كنتش طايقها ولا بصيت لها حتى، وهي كمان. ولسه أنا وهي هنطلع على السلم، لقينا النور قطع. راحت هي ماسكة شنطتها ومطلعة الموبايل بتاعها، وولعت الكشاف وطلعت على السلم. وأنا في الوقت ده ما كانش معايا الموبايل بتاعي، فما كنتش عارف أعمل إيه. وهي على السلم بصت لي وقالت لي هتطلع. أنا ما ردتش عليها، فراحت طلعت وسابتني، وأنا ما كنتش عارف أعمل إيه. فاستنيت حوالي 5 دقايق، وبعدها لقيت نور جاي من فوق، فقلت على طول اطلع. بس لقيتها هي ومعاها قرايبها بصت لي وقالت لي اطلع، وكانت عمالة تضحك هي وقرايبها. وأنا على نيتي جاي أطلع، بس هما وأنا طالع طفوا نور الكشافات. وبعد كده لقيت ضرب على الوش وشلاليت جيالي من كل حتة. بس الأسوأ من كل ده، واللي أنا مش مصدق إنه حصل لي حاجة زي كده من بنات، إنهم طلعوا حاجات للمكياج بتاعتهم وبوظوا لي هدومي وبوظوا لي وشي. وبعد كل ده ولعوا الكشافات ونزلوا وهم بيجروا وعمالين يضحكوا على السلم وسابوني في الضلمة لوحدي. بس أنا مسكتش وقعدت أعيط. فلو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتراك، ولو عايزين تعرفوا أنا عملت إيه بعدها قولولي، بس عشان ما حمسكوش على الفاضي. فالموضوع دخل للأهل أولاً، وبعد كده أنا اتصرفت بمعرفتي. وبكده تنتهي القصة. ما تنساش تصلي على النبي، وسلام.